أشد خطورة من الصهيونية، لأنها تدعي الصلة بالعرب وبدينهم وبتراثهم، فاستغلوا حكام طهران لما يحملونه من أحقاد التاريخ والأطماع العنصرية والغرور والتخلف وغرائز الشر، كي يدفعوا بهم إلى المساهمة في تدمير الكيان العربي. فالعدوان الذي ارتكبوه هؤلاء الحكام على العراق، بادئين بالحملة المسعورة على ثورته العظيمة ونشر القتل والتخريب، مستخدمين العملاء والمقيمين الإيرانيين في العراق، ومن ثم الانتقال إلى العدوان العسكري المباشر في 4 من أيلول عام 1980. كان الهدف منه تدمير الكيان العراقي والكيان العربي، وتقسيمه إلى دويلات طائفية متناحرة متقاتلة تطحن إحداها الأخرى، لتبقى الصهيونية هي القوة السائدة في المنطقة